تشويه صورة الإسلام والمسلمين؟ مبدئيا فقهاء السلطان، فقهاء الريال، فقهاء الكبسة والدجاج، هؤلاء الفقهاء الذين جيروا الإسلام لخدمة الأمريكي. وأنا هنا دعني أضرب مصادق واضحة. بإمكاني أن أبقى معك يا دكتور إلى الصبح. نحن جاهزين. والصبح دمشق بات قريبا. إي والله كأني أراه سيحصحص الحق ويحصحص الانتصار إن شاء الله. والله سيحصحص قريبا، وسوف أعلن عن النصر ببزة عسكرية للجيش العربي السوري. ما رأيك؟ ممتاز. سأتيك إلى الاستوديو ببزة عسكرية لحماة الديار، وشرف لي. نعم. وأنا المثقف العربي أعلن موت المثقفين الذين اشتروا بالدينار. كم هو عيب وكم هو عار الذي قد ردحا من الزمن وهو يقرأ شعر الفحولة: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الدولار والنفط يعرفون. ثم يأتي المال ويغير موقفه، أو يسب مثل ما قال شخص كان صديقا أعطوه 10 ملايين دولار ليسب سوريا، حول المبلغ إلى حسابه الخاص في لندن وقال للزملاء الذين طالبوني أن أجد لهم وظيفة: والله ثمن السب انتهى، الآن أنتم خذوا إجازة مفتوحة. وعندما يأتي المال الثاني من قطر، وقطر هذه بدل أن تبني نهضة، بدل أن تقيم حراكا حضاريا نهضويا من بغداد إلى تطوان، أحيانا تصرف المال على الإرهابيين في العراق لتدمير العراق داخليا كما يحدث في الأنبار، على أساس أن العراق القوي يشكل إضافة إلى محور المقاومة. وأحيانا يبعثونه لمعتوه اللبناني يعطونه 20 مليون دولار ليسب من سماحة السيد حسن نصر الله الذي القامة الطويلة. كتبت له رسالة قلت له: أبا هادي، سيدنا أبا هادي، تعرفني وأعرفك منذ ربع قرن، وكنت معك في اللحظات الحاسمة، وفي حرب تموز بشرتك بالنصر والله. وأنا كنت آخر من دخل إلى بيروت في 12 تموز 2006 بتذكرة دخول دون عودة. فسألني الذي كان معي مرافق قال لي: يا دكتور كيف ستعود؟ قلت له: أنا لن أعود، أنا باق هنا. مبين. ووالله كنت في الضاحية الجنوبية مستعدا أن أموت مع هذا الرجل المخلص. طيب. وجاء النصر. ماذا قلت له؟ قلت له: أبا هادي، رغم الحثالات أنت الأروع، هم لأمريكا خضعوا ولأسيادهم ركعوا، أنت كعلي تدور مع الحق حيثما دار، وأنت لعمر الأروع. يا سلام عليك، يا سلام. والدكتور بشار الأسد الأروع، وسيبقى المقاومون. انظر أعداء المقاومة مصابون مساكين، أحدهم يستخدم 20 دواء يوميا: دواء للضغط لرفع الضغط وتخفيض الضغط، ودواء لرفع السكر، ويعني بالتقريب يعيش. الدكتور بشار الأسد هذا الرئيس العربي اللي يعرف به أبو حافظ يستيقظ صباحا كله نشاط، شباب، عزة، نخوة. طبعا يقرأ الجرائد العربية، لا يقرأ كتب الجنس مثل ما يفعل هم. لاحظ. ويبدأ بالهرولة، رياضة المشي والعدو، ويعود إلى القصر في كامل الأنافة والعنفوان. والذين الأمراء الخليج يعطون أموال. أيها الناس كذبوا، قولوا أن الدكتور بشار يفكر في اللجوء إلى روسيا، قولوا أن الدكتور بشار يفكر في اللجوء إلى الجزائر. وهم نسوا أنه بهذه الأخبار خدموا الدكتور بشار، لأن الدكتور بشار حتى في تفكيره الغيبي المستقبلي السالب يفكر في محاور المقاومة. لكن هم أين يلجؤون؟ بانكوك عاصمة القاصرات، لندن اوكسفورد ستريت عاصمة الشقروات، فالشانزليزيه عاصمة الغنج والدلال. يعني حتى وهم يكذبون. لا، وهن أشكال يعني خرج يكونوا هيك اللياقة تبعهم جاهزة. نعم. يوجد قول لأحد المصلحين الكبار يقول: الحمد لله الذي جعل أعداءنا أغبياء. يعني واقعا ولكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة عيت من يداوي. أعود إلى القول بالمقارنة بين يوسف القرضاوي واثنين من رجالات الجزائر. وتعرف الجزائر مدرسة في الثورة والنضال. والآن بالمناسبة أنا أبلغ السوريين 90% من الشعب الجزائري مع سوريا،
هنالك عشرات المواقع الآن على مواقع التواصل الاجتماعي: نحبك يا بشار، نحن معك يا سوريا. وهذا جديد، هذا نتيجة جهودي الإعلامية والفكرية. بكل صراحة الناس يعرفون أني لا أتكلم لمال أو لدنيا، لأنني أتلذذ بالموت والشهادة مثل ما يتلذذ أمراء الخليج بحبوب الفياجرة. لا حقيقة